قبل ما اتكلم اي شيء وقبل ما اقول اي حاجة، الاعلام الاماراتي المحترم احب اشكرك، واحب اقول ان الاعلام الاماراتي من اشرف الاعلام اللي ممكن الواحد يشوفه في حياته. الاعلام الاماراتي النهارده الاعلام الاماراتي النهارده قال كلمتين لخصوا موضوع حريق العلم المغربي في فرنسا. قال لك هو للدرجة انتوا بتحقدوا على المغاربة؟ قال لك هو انتوا للدرجة كارهين المغاربة؟ قال لك للدرجة نجاح المغاربة كيدكم وعامل في قلوبكم الغل؟ اللي ما يعرفش، الشعب الجزائري بعد انتهاء مباراة المنتخب المغربي والكندي وفوز المنتخب المغربي بثلاثية تاريخية، قام الإعلام الجزائري بتهيئة الأمور، فقام بعض من الشعوب الجزائرية، وحط تحت الشعوب الجزائرية خط، يعني الشعوب الجزائرية يعني اللي في الجزائر واللي في فرنسا واللي في أسبانيا واللي في هولندا، قاموا بحرق العلم المغربي. من هنا ابتدت السفارة المغربية تاخد إجراءاتها القانونية وتتخذ إلى بلاغات قوية ضد الشعب الجزائري المقيم في بعض من البلاد العربية والبلاد الأوروبية. ومن هنا يا جماعة مفيش ولا بني آدم جزائري يقدر يحرق العلم المغربي في ولا بلد عربية، لأنه أقسم بالله ما يعيش تاني يوم، يعني نصحى تاني يوم كده ما نلاقوهوش عايش. أما الجزئية التانية في البلاد الأوروبية، فالبلاد الأوروبية أنت ما تقدرش تمسك واحد تقول له لا ما تعملش العلم، لا هناك يقول لك حرية الرأي. لكن المغاربة بقى ما عندهمش حرية الرأي. أعلنوا اليوم عن القبض عن كل الجزائريين الذين قاموا بحرق العلم المغربي ونفيهم خارج البلاد الأوروبية، وابتدى رؤساء العالم يتكلموا ويقولوا للملك سامح الشعوب الجزائرية ملك المغرب. شوف الفيديوهات وشوف الحصريات وتعالى لي تاني في أقوى حلقات المحايد العربي. فرنسا خاصها تجاوب، لأن حرق العالم المغربي وترهيب النساء والأطفال راه ماشي حرية بل جريمة. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. مرة واحدة أخرى فرنسا تتلقى راسها قدام امتحان حقيقي، ماشي بالشعارات ولكن بتطبيق القانون. من بعد الماتش ديال المغرب وكندا ضمن كأس العالم 2026 شهد الحي الدروب الأربعة ولا لي 4 شومان بلدية أوبريفيلي نهار 4 يوليوز بالعشيه واحد الاحداث جد خطيره، حيث بانت وثائق ومقاطع فيديو تم التحقق منها واكدوا لي على التحقق منها قيام اشخاص كانوا كيردوا شعارات كتشير لوصولهم للهكويه بطبيعه الحال، وناضوا قطعوا وحرقوا العلم المغربي علنا، وديجا دوينا في هذا الشيء. وكان اعتداء واضح على رمز من رموز السياده ديال المملكه ووحدتها الوطنيه. والامر بطبيعه الحال راه ما سالاوش هما، راكم عارفينهم هماج، بل تعرضت ايضا النساء كيلبسوا قميص المنتخب المغربي وكان معهم الدراري الصغار لاعتداءات لفظيه ومحاولات ترهيب من طرف الاشخاص انفسهم فقط لانهم مغاربه وكانوا كيحتفلوا بمنتخب بلادهم. امام هذه الوقائع هذه اعلنت السفاره المغربيه بفرنسا تقديم شكايه رسميه للسلطات الفرنسيه المختصه من اجل ملاحقه جميع المتورطين ومحاسبتهم، مع تثمينها لتعبئه السلطات الامنيه والمحليه تمايا من اجل الحفاظ على النظام العام. كرة القدم خاصها تجمع الناس، ماشي تولي مناسبة لحرق أعلام الدول لنشر الكراهية واستهداف النساء والأطفال. اليوم الأنظار كلها متجهة نحو السلطات الفرنسية باش تثبت أن القانون كيطبق على الجميع، وأن حماية الأمن والرموز الوطنية ماشي انتقائية. وحنا عارفين فرنسا فيها شوية ديال السم، ونتمناو ترجل وتجمع راسها مع اللقطاء ديال ولادها. تحياتي. مغربيات المغاربه، السلام عليكم. بعد انتصار المغرب على كندا، هاد الحيوانات هادو ساكنين في باريس، ياك هادو تعداو على نقدروا نقولوا تعداو يعني اغريسيون فيربال، ولكن واخا هكاك كان واحد المغربي دايزين هاز ريات المغرب ولابسين تيشيرت المغرب ومساكن جارين دي بيبي في دي بوسات. دونك راه غادي تشوفوا الفيديو، بقاو عليهم عطيوه البنان المروكي حيوان، بداو كيقطعوا في الرايه ديال المغرب. المهم انا كنعرف ان المغربيين المغاربه اللي كاين بزاف في باريس وكيدخلوا تيك توك، فاللي شاف هاد الناس اللي تعرف عليهم يعلم بوليس في فرنسا
هذه اغريسيون فيربال، وخلعوا هذوك العيالات عندهم دي بيبي. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حسود، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا شوف باغ اكزومبل، هذا بالك شهر ما تحممش. انت اللي سرقوا لهم العلم، اتمنى تروحوا تشوفوا ديروا اذا ما حكمكمش الكلب ولا حاجه. والله على باليش اذا الكلب يقدر يفوت الانسان ولا لا، لكن روحوا شوفوا، باسكو اذا قاسوكم هذو اللي سرقوا العلم صراحه هادو هما. هذه هي الناس تربح، الناس تحقق الانجازات، الناس تفرح وتربيه بوي يحرقوا في الاعلام. كات شومان، وي سي سا، كات شومان اختلفت لها مره في حياتي، ويا ليتني لم افعل. قلت لك الروائح الكريهه تشم على بعد كيلومترات. تفكرت الجزائر صراحه، نهار فت على المكان هذا اللي حرقوا فيه العلم المغربي، تفكرت الجزائر، تفكرت الطفوله تاعي. مرة أخرى هنيئا للمنتخب المغربي، 5,630,000 مبروك للمنتخب المغربي. أداء في المستوى إن شاء الله ضد فرنسا، ما تعرف، ولو أنه فرنسا صراحة ماشي سهلة، ميك تعرف كرة القدم. أنا قلت لكم أنا مدري حكيمي يدير جرية في منطقة العمليات، يطيحوا صليبة ولا يدي بطاقة حمراء، بيناتي، المغرب يسجل، ما تعرف. السلام عليكم. Vous voyez cette image, les deux DZ qui déchirent le drapeau marocain. On va parler vrai et français. Surtout, il ne faut pas tout mélanger. Car les Algériens nés en France feront jamais ce genre de choses. Car on a grandi ensemble, les Algériens et les Marocains. Je pense que vous êtes tous au courant que ça s'est passé à Aubervilliers, à Paris. Que nous condamnons ce genre de comportement. Que ce soit n'importe quel drapeau, il faut le respecter. Même à Marseille, il n'y a pas eu ce genre de comportement. Vous imaginez? Vraiment, à Aubervilliers. Bref, moi je pense personnellement que mes frères DZ, c'est à eux de s'occuper de ça. Ça se règle en interne, entre eux. La meilleure des solutions. Beaucoup de frères DZ condamnent ce genre de comportement. Sahab Hollanda, Sahab Belgica, ils ont envie de descendre à Aubervilliers. Même limite, aller regarder le match France-Maroc à Aubervilliers. Ce n'est pas la solution. Mes frères DZ, faites ce que vous avez à faire concernant ces sous-hommes. Les Algériens et les Marocains ont toujours été des frères dans l'islam. Alhamdulillah. Salam. Un immigrant marocain a assassiné un Algérien après que celui-ci a coupé le drapeau marocain pendant les célébrations des supporters marocains à Marseille, où les fans s'étaient rassemblés dans une ambiance festive pour marquer la bonne performance de leur équipe sous les lumières du soir. Les tensions sont montées rapidement alors que cet acte était perçu comme une provocation directe au milieu des chants et des drapeaux agités, entraînant une confrontation houleuse entre les deux hommes. Les échanges verbaux ont dégénéré en une lutte physique dans la rue, aboutissant au coup de couteau fatal porté à l'Algérien qui s'est effondré tandis que les témoins choqués appelaient à l'aide. Les secours sont arrivés rapidement mais n'ont pas pu le sauver, transformant une soirée de joie collective en une scène de tragédie et de tristesse. Cet incident a accentué les tensions existantes au sein des communautés nord-africaines de Marseille, incitant à des appels au calme et à la réflexion sur la manière dont de petits gestes peuvent raviver des divisions plus profondes issues de rivalités anciennes, tandis que les autorités enquêtent sur l'ensemble des circonstances entourant ce drame. Les Algériens, dans toute leur splendeur, ils sont obligés de foutre le bordel. Même entre Maghrébins, ils s'aiment pas. Je sais pas c'est quoi le problème, ou soit le conflit entre les Algériens et les Marocains, mais j'ai l'impression qu'ils s'aiment pas du tout. Là, ce que vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo. Ce sont des Algériens à Paris. Des Algériens infiltrés dans les célébrations de supporters des Lions d'Atlas, ont volé un drapeau marocain et l'ont traîné par terre. Ils l'ont déchiré. Ensuite, ils ont scandé comme d'habitude leur hymne national. One, two, tere, viva l'Algérie. One, two, tere, viva l'Algérie. De d'aller badouda, à porter les dieux là-bas, porter les dieux.
Ah, je sais pas du tout c'est quoi le problème avec les Marocains, hein, mais les Algériens, ils vous aiment pas du tout. Regardez, là, il y a des flammes, vous voyez? Ils ont osé brûler le drapeau de l'Algérie. Ah non, du Maroc. Si ces personnes osent brûler le drapeau du Maroc, le drapeau de la France, c'est rien du tout pour eux. Là, ils sont en train de le déchirer. Voilà. Et le foutre par terre. Ça, c'est un manque de respect total. Les Marocains, vous êtes où? Bien sûr, vous allez me dire non, ça s'est bien passé, il y a des Algériens qui nous soutiennent. Mais sauf que là, on remarque quand même qu'il y a une sorte de... الاخوان السلام عليكم. شوفوا العبات فين وصل عند بني كرغول، شوفوا التناقضات فين وصلات عند الكراغيله، شوفوا كيفاش الكابرانات ما بقاوش قادرين يعيشوا دون ما يصنعوا ازمات لنفوسهم. في اقل من اسبوع الهضره اللي بدات كتروج على الصلح مع فرنسا وعلى التهدئه معاها وعلى فتح صفحه جديده، فجاه النظام الجزائري رجع كيشعل العافيه من جديد. ولكن علاش دابا بالضبط؟ علاش هاد التصعيد كيجي مباشرة من بعد ما نزل الخبر الثقيل اللي كيقول بأن الملك محمد السادس غادي يزور فرنسا زيارة دولة رسمية، غادي يتلاقى بماكرون، وكاين حديث أيضا على اتفاقية تاريخية ضخمة بين الرباط وباريس. هنا بالضبط فين بدا الصداع، فين بدات الأعصاب كتحرق في الجزائر. كان حادث صغير جدا داخل مقر اليونسكو كيتحول فجأة إلى أزمة دبلوماسية عويصة، بيانات نارية، تهديدات وكلام على اعتداءات خطيرة، بحال إلى فرنسا قررت باش تدخل في حرب حقيقية مع الجزائر. ولكن الحقيقة اللي العالم كامل بدا كيفهمها اليوم هي أن الكابرانات ولاو عايشين واحد الحالة ديال اختناق سياسي ودبلوماسي حقيقي بسبب المغرب. علاش؟ لأن المغرب كيتقدم، المغرب كيتحالف، المغرب كيقوي النفوذ ديالو، وفرنسا دابا رجعات كتقرب أكثر من الرباط. وهنا بالضبط فين بدا الرعب الحقيقي في الجزائر. اليوم مع الصحفي محمد البوداري غادي نكشفوا علاش النظام الجزائري ولا كيخاف من أي تقارب مغربي فرنسي، وعلاش كل مرة كيبدا شي هدوء كيخرج شي كابران وكيحرق كل شيء. وشنو معنى الزيارة ديال الملك محمد السادس لباريس في هذا التوقيت الحساس؟ واش فعلا المغرب ربح المعركة الدبلوماسية الكبرى ضد الجزائر داخل أوروبا؟ اللي واقع اليوم بين الجزائر وفرنسا ماشي مجرد سوء تفاهم دبلوماسي عابر، هادشي أكبر من هادشي اللي كتخيلوا بزاف. حنا امام نظام عسكري مأزوم كيعيش حالة توتر مزمنة، كيشوف اي تقارب بين المغرب وفرنسا كتهديد مباشر ليه هو. الجزائر كانت دائما باغية فرنسا تبقى واقفة في المنطقة الرمادية، لا هي مع المغرب بشكل واضح ولا هي ضد الجزائر بشكل واضح. لكن المشكل الكبير اللي ضرب الكابرانات مؤخرا هو ان باريس بدات كتبدل الحسابات ديالها، بدات كتراجع القناعات ديالها. فرنسا دابا ولات كتشوف المغرب كشريك استراتيجي قوي، دولة مستقرة في شمال افريقيا، عندها رؤية حقيقية ثاقبة، عندها اقتصاد صاعد، عندها موقع جيوسياسي مهم، نعم مهم جدا، وعندها ملك حكيم كيعرف كيفاش يسير الملفات الحساسة. بينما الجزائر محكومة من طرف الكابرانات، غارقة في الأزمات، في التوترات، في الخطابات العدائية وفي الحروب الوهمية مع الجميع. ولهذا السبب فكلما سمعوا سمعوا في القصر العسكري الجزائري شي خبر زوين على المغرب وفرنسا كتبدا صفارات الإنذار عندهم. شوفوا غير التوقيت فقط، وزير الخارجية الفرنسي في المغرب تكلم على زيارة ملكية تاريخية، على تقارب اقتصادي وأمني وسياسي، وفجأة الجزائر كتنفجر في الداخل بسبب مجرد حادث بسيط داخل مقر اليونسكو. واش معقول أن دولة كاملة عباد الله كترجع العلاقات مع باريس إلى حافة الانفجار بسبب حادث في معرض ثقافي؟ أكيد لا، لكن الحقيقة أن المشكل أعمق بكثير. النظام الجزائري اليوم حاس بأن فرنسا بدات كتفلت من يده، وأن المغرب بدا كيربح نقاط استراتيجية مهمة جدا داخل أوروبا، ولهذا كيوقع هذا التخبط، مرة سحب السفراء، مرة بيانات نارية، مرة اتهامات، مرة تهديدات، ومرة عودة إلى التهدئة، ومن بعد رجوع إلى التصعيد. حتى ولا العالم كامل كيشوف العلاقات الجزائرية الفرنسية بحال شي مريض في غرفة العناية المركزة، كل ساعة كيتبدل الوضع ديالو.
أما المغرب فراه كيشتغل دائما وأبدا بكل هدوء. الرباط ما كتدخلش نهائيا في الصراخ، ما كتدخلش في البكاء والعويل السياسي، ما كتعيش بعقلية المؤامرة. المغرب كيبني التحالفات ديالو بالمصالح، بالاستقرار وبالثقة الدولية. ولذلك ففرنسا اليوم بدات كتقتنع أكثر فأكثر بأن المستقبل الحقيقي في المنطقة كاين مع المغرب فقط، ماشي مع نظام عسكري كيتحرك بردود الفعل والانفعالات والمزاجية. وزيارة الملك محمد السادس إلى فرنسا راه ماشي حدث بروتوكولي عادي فقط، هاد الزيارة عندها رسائل ثقيلة بزاف. رسالة كتقول بأن العلاقات المغربية الفرنسية داخلة لواحد المرحلة جديدة، رسالة أن الرباط وباريس باغيين يطويو سنوات ديال التوتر السابقة، ورسالة أخرى أخطر مفادها أن المغرب اليوم أصبح رقما صعبا في المعادلة الأوروبية المتوسطية. وهنا بالضبط كيبدا الرعب الحقيقي في الجزائر، حيث الكابرانات فاهمين بأن أي تحالف قوي بين المغرب وفرنسا غادي يزيد يعزلهم أكثر دوليا وإقليميا. ولذلك راهم كيحاولوا كل مرة يخلقوا التوتر، يفجروا الأزمات ويصيفطوا رسائل غضب إلى باريس. لكن السؤال الكبير، إلى متى غادي نبقاو عايشين بهذه العقلية؟ حيث العالم كله تبدل الآن، والدول اليوم كلها كتحسب بالمصالح، بالاستقرار، بالقوة الاقتصادية، ماشي بالشعارات العسكرية القديمة. وهادشي علاش المغرب اليوم كيربح المساحات وحدة بوحدة، بينما الجزائر كتخسر الحلفاء وحدة بوحدة أيضا. ولكن كاينه نقطة خطيرة بزاف خاص المغاربة والعالم كامل ينتبهوا ليها. النظام الجزائري اليوم ما بقاش كيعيش غير أزمة دبلوماسية عابرة مع فرنسا، النظام الجزائري ولا كيعيش أزمة نفسية حقيقية مع المغرب. أي نجاح مغربي كيدير لهم الصداع والإزعاج، أي اتفاقية مغربية كتقلقهم بزاف، أي زيارة ملكية كتربكهم، أي تقارب دولي مع الرباط كيشعل عندهم الإنذارات. حتى ولا المشهد مضحك ومثير في الوقت نفسه. المغرب كيتحرك بكل ثقة وهدوء، والجزائر كتجري وراء كل حدث محاولة باش تخربوا أو تشوش عليه. شوفوا المفارقة الكبيرة، المغرب اليوم كيبني صورة دولة مستقرة، دولة عندها استمرارية، عندها مؤسسات، عندها رؤية واضحة، بينما الجزائر مازال الخطاب الرسمي ديالها غارق في السبعينات والستينات، مبني على التوتر، على الخوف، على صناعة العدو الخارجي، وكأن البلاد داخلة في حرب عالمية كل صباح. وهذه العقلية العسكرية القديمة ولات كتدمر حتى المصالح ديال الجزائر بنفسها. لكن فرنسا اليوم دولة براغماتية كتبغي المصالح والاستقرار والاقتصاد والاستثمار، والشريك، نعم الشريك الوحيد اللي يقدر يضمن ليه النفوذ في المنطقة هو المغرب. علاش؟ لأن المغرب كيعطيها هادشي كامل بل وأكثر. أما الجزائر ففي كل مرة كتفتح معها أزمة جديدة دون سبب، مرة مع إسبانيا، مرة مع الإمارات، مرة مع مالي، مرة مع النيجر، مرة مع فرنسا. حتى ولا السؤال الحقيقي، شكون اللي باقي ما تخاصموش معاه الكابرا؟ يا جماعة أنا هقول لكم كلمتين كده بصراحة وبوضوح. الإعلام الجزائري متكاد ومتضايق من المغاربة بسبب نجاحهم، ده شيء أنا متوقعه وشيء أنا عارف إن هما متكادين، لكن حقدك وغلك ما يخلكش إن أنت تبقى بني آدم غير قنوع. يعني إيه غير قنوع؟ أنت راجل دلوقتي زعلان بفوز المنتخب المغربي، وراجل متضايق، وراجل إزاي المنتخب المغربي يكسب. مع كل احترامي ومع كل أسفي، خلاص المنتخب المغربي كسب، إذا أنت راجل ما تشجعش المغرب، إذا روح البيت نام، روح البيت كل لك حاجة، اشرب لك حاجة، اعمل اللي أنت عايز تعمله. أهم حاجة ما تبقاش بني آدم بتحقد على المغاربة. يعني يا جماعة الخير أنا عايز أقول لكم على حاجة. شفت ناس كتير الفترة الأخيرة ابتدت تعمل كلام وابتدت تقول كلام مش صحيح على المغاربة. زي إيه؟ زي اللي أنا لسه شايف واحد دلوقتي طالع يقول لك إن حريق العلم المغربي مش في دماغنا وإحنا ما يهمناش العلم المغربي. طب ما دام حريق العلم المغربي مش في دماغك بتحرقه ليه؟ انت يا ابني انت متخلف يعني ولا عبيط ولا هبل ولا ايه اللي انت بتقوله؟
واحد بيقول لي العالم المغربي مش في دماغي، يبقى اذا انت مالكش دعوه بالمغرب، مالكش دعوه بالعالم المغربي، مالكش دعوه باي شيء ينتمي للمغرب. لكن انت رايح تحرق العالم المغربي وتقول لي العالم المغربي مش في دماغي. طب انا اقتنع بكلامك ازاي؟ اصدقك ازاي؟ انا خلصت كل الكواليس. حاليا بيتم اطراق قائمه الجزائريين الذين قاموا بحرق العالم المغربي. تم القبض على نصفهم والنصف الاخر لسه. لكن المغاربه زي ما عودوكم عمرهم ما هيسيبوا حقهم، شاء من شاء وابى من ابى. اوعى تنسى اللايك والسبسكرايب. مع الف سلامه يا احلى جمهور في الوطن العربي.